كنت فين يا بت؟ وانت مالك؟ وبعدين ايه بنتي دي؟ ما تتكلم كويس. بقول لك كنت فين انتي؟ انا ليا اب يسالني فاهم ولا لا؟ وبعدين انت ما تتكلمش معايا بالطريقه دي اصلا. انت مش عاجباكي طريقتي؟ انت بتمد ايدك عليا يا طارق، وحياة ربنا انا هقول لبابا. انت هتخوفيني ببابا؟ انت مش همك اصلا يا بابا؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ ابوكوا نايم جوه، يا ريت يصحى عشان يجي يشوف البيل مد ايده عليا في وجوده. وطي صوتك ده ابوك يسمع. او ايه كمان بقى؟ بقول انا هقول لبابا يقول لي انت هتخوفيني ببابا. خلاص خلصي وطي صوتك ده. هو ده كل اللي همك؟ بدل اصلا ما تروحي تصحيه وتجيبيه يجي يشوف البيبي يعمل فيا ايه؟ ايه اخوكي ما جراش حاجه يعني؟ الولد متضايق شويه طلع في اخته، في ايه؟ ما تحبكهاش كده. ما حبكهاش ده بدل ما تدافعي عني وتقفي له وتقولي لي انا ما حبكهاش. رنا ابوكي صحي، ابوكي صحي. يلا انت يلا اتكل على الله، شوف رايح فين. يلا يا ولد ينزل يروح فين؟ ده انا هخرب بيته. لمي نفسك يا بنت انا واقفه، اعملي لي احترام. في ايه؟ يلا اتكل على الله يا طارق يلا. يا رنا، نعم يا بابا. ايه الدوشه دي؟ مفيش حاجه يا بابا. لما اسالك تقولي لي فيها على طول. طارق يا بابا مد ايده عليا في وجودك، ايه؟ ولما قلت له اني هقول لبابا قال لي انت هتخوفيني ببابا. هو قال لك كده؟ اسال ماما لو حضرتك مش مصدقني. طب معلش خلاص، معلش صحيح ايه يعني؟ انت عارفه طارق قلب ابيض وما يقصدش كلامه بس بيخونه. يلا حصل خير، معلش مصارين البطن بتتعارك. حضري لي غدا بقى عشان نازل. يا رب. انتي بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ يا بنتي دي اقل حاجه بتحصل كل يوم، انا حاسه اني هتجلط. متزعليش مني، عمو وطنط السبب، ما شافش تربيه اصلا. لا ويا ريتهم حاسين ان في حاجه. دي كانت عايزه تنزله عشان ما يصحاش بابا يتصرف معاه، ده على اساس ان بابا هيتصرف يعني. انت متخيله؟ المهم ما تزعليش نفسك، انا نخرج يا بت. طيب يلا انا هلبس واجي. بابا كنت نازله وعايزه فلوس بعد اذنك. خارجه رايحه فين؟ خارجه مع اصحابي يا بابا. في ايه؟ حضرتك عارفهم كلهم. اكويلي دي بسرعه. وما تكوش انت ليه؟ انت اتشليت. امال انت لازمتك ايه في البيت؟ لا انا ليا لازمه قوي يا حبيبي. لازمتي يا حبيبي. ايه هترد على بعض وانا قاعد؟ يعني حضرتك مش شايف اللي بيعمله يا بابا؟ شايف بس خلصي كل القميص خلينا نخلص، ده زنان انت عارفه. طب بعد اذنك كده اديني الفلوس عشان اكويله وبعد كده البس وانزل لاني اتاخرت. اهو في الاخر نزل في تيشيرت عادي، ملح بس يصدعنا. انت مش لسه واخده فلوس الاسبوع اللي فات؟ اه يا بابا اخدت وخلصوا، لان حضرتك اصلا كنت مديني على قد. وانا معيش فلوس دلوقتي، لسه ما سحبتش مرتب. ممكن تديني الفيزا اسحب لحضرتك واخد ال 100 جنيه بتاعتي احط لك الباقي في السبت؟ مش هينفع. ليه يا بابا مش هينفع؟ عشان الفيزا مع طارق نزل بيها، مش عارف كان عايز ايه. ده على اساس ان هو ابن حضرتك وانا مش بنتك يعني ولا ايه بالظبط؟ اذا كلمي طارق يجي لك مكان ما انت واقفه ويديك اللي انت عايزاه. اقول لطارق؟ لا يا بابا مش عايزه شكرا بعد اذنك. علي صوتك يا حبيبي. بتقول كام؟ 70 يا ماما. 70 ايوه ما انا سمعت كده. مبروك. طب تعالى يلا تعالى. الولد نجح وجاب 70%. ناوي على ايه بقى يا بطل؟ والله انا عادي يعني، مش فارق معايا اي حاجه، مش هتفرق. كله بالنسبه لي قشطه وبيس. ماشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طارق ابني مش اقل من بنت اختي، احنا ندخله الكليه الخاصه اللي بيقولوا عليها دي. وايه لازمتها المصاريف دي لما الواد نفسه مش فارق معاه اساسا؟ انا تفرق معايا يا حبيب امك، الخاصه يعني الخاص. طب و80% دول يدخلوكي ايه بقى ان شاء الله؟ وقفت معايا ماما على 1%. ما انا قلتلك شدي حيلك وذاكري. انا حاسه ان انا هيجرالي حاجه. خلاص يا بنتي مش هتفرق، اختاري بقى اي كليه من اللي في التنسيق السنه دي، اخرتها ايه يعني؟ بيت جوزك. بس انا يا بابا نفسي ادخل اعلام، دخلني حتى اللي بفلوس. طيب من ايه؟ ما انت شايفه الوضع والظروف. يعني مدخل ابنك بكليه قد كده وجاي تقول لي انا ما انت شايفه الظروف؟ يعني هو انا مش بنتك ولا ايه يعني؟ ده انا طلع عيني طول السنه يا بابا. يا رب بقى انا تعبت. خلاص بقى يا رنا ما تزعليش، خلاص بقى يا ستي. طب على فكره كل اخوات صحابي جابوا نفس درجاتك كده، الدنيا ما خلصتش يعني، خلاص بقى. يعني انت لما تعيطي هتغيري ايه؟ ولا حاجه. فهدي بقى مش مستاهله يا ستي. يا ريتني انا دخلت اي كليه وانت دخلتي الكليه اللي انت عايزاها، دول دخلوها لي غصب عني، واديكي شايفه مش عارفه امشي فيها اصلا. لا عادي يا طارق مفيش حاجه خالص، مفيش اي حاجه. هما بابا وماما كده يعني، دايما بيعملوا لك اللي انت اصلا مش عايزه بس غصب عنك، وانا دايما بيرفضوا لي كل اللي انا عايزاه برضه غصب عني. بقول لك انت يا جميل، انت يا قمر، مش ناويه بقى تقولي لبابا وتفتحيه في الموضوع عشان خالد قرفني كل شويه عايز يجي يقابله، وانا كل شويه اقول له بكره. ما انا مفهمه حضرتك على كل حاجه بقى. خالد مين بقى؟ عايز افهم. وانت مالك؟ ردي على اخوكي كويس. والله انتوا اللي عاملين فيه كده وعاملين فيا انا كمان كده. اوعي يكون الولد خالد بتاع هندسه. هو. وليه بقى ان شاء الله اوعي يكون هو؟ كده ما بتقهوش احسن عشان ما تبقاش تيجي تزورنا. احسن. طب وحياة امك اللي واقفه دي لو اخدتيه ما بقاش راجل. هو انت راجل غير عليا انا بس. كنت فين؟
انا يا بابا كنت نزلت في العربيه. ما انا يا بابا قايله لحضرتك من امبارح ان انا رايحه اوصل صاحبتي المطار. في ايه كل ده واخده العربيه؟ مش مهم اللي وراه حاجه يعملها يعني؟ ولا اخوك اللي بقاله ساعه قاعد مستنيه عشان وراه مشوار؟ هو الموضوع كده. طب وحضرتك عندك فكره بقى اصلا انه خبط العربيه اول امبارح؟ ما تدخلنيش في بيت حوار وانا بكلمك. انا نازل يا بابا واخد العربيه. تمام ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. اخر مره تاخد العربيه، فاهمه ولا لا؟ كلام مفهوم ولا عيده تاني؟ طبعا مفهوم قوي يا بابا. ايه يا رنا حبيبتي، مفيش اخبار عن خالد يا ماما؟ ماما مفيش نصيب، بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني بعد اذنك. انا نازله. الحمد لله على كل حال. سلام. وحشتيني جدا يا رنا. وحشتيني اكتر. تعالي. بصي انا جايه اقولك الكلمتين اللي ماما بعتاني اقولهم لك، لكن ولا انا موافقه وعارفه انك مش هتوافقي. تكلمي يا بنتي. في ايه؟ عمي انهي واحد فيهم؟ اصغر واحد فيهم. ماله؟ شافك عندي اخر مره وقال لماما انه عايز يجي يتقدم. طب وانتي ليه حاسه ان انا مش هوافق يعني؟ انتي عارفه ان حوار خالد ده خلاص خلص. عشان هو اكبر منك بكتير، اكبر منك ب15 سنه. بس انا موافقه يا شيري. ايه؟ موافقه. هو او غيره اي حد يطلعني من هنا موافقه وجدا. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ مدركه اصلا الجوازات اللي بتبقى بالشكل ده ايه بيحصل فيها في الاخر؟ ما تفوقي يا رنا.